وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند نهاية الدولة الأموية وبداية حكم الدولة العباسية. وجرت العادة إن لما بتوصل بتشوف مين الروس الكبيرة اللي حواليك اللي تقدر تنافسك وتشيلها، وغالبا الروس ديت بيكونوا هما اللي وصلوك. الحقيقة إن أبو مسلم كان عارف إن الدولة العباسية قايمة بسببه هو، وإن خراسان بالكامل ولائها ليه هو. وحقيقة زي ديت ما كانتش غايبة عن أبو العباس ولا عن أخوه أبو جعفر المنصور، كانوا عارفين ومتأكدين من ده. ودي اللي خلت أبو العباس يتعامل بذكاء مع أبو مسلم، التعامل اللي قبله أبو مسلم بغباء فذ. وعلى كل، أبو العباس مات من غير ما يحصل صدام ما بينه وما بين أبو مسلم. مات أبو العباس سنة 136 هجرية، وتولى بعد منه أخوه أبو جعفر المنصور. المنصور كان بيكره حاجة اسمها أبو مسلم، وكان عارف إن مفيش حاجة اسمها الدولة العباسية في وجود أبو مسلم الخراساني، لأن عارف إن خراسان بالكامل ولائها ليه، وخراسان تعتبر اليد الباطشة للدولة العباسية. قوام الجيش العباسي من أهل خراسان اللي ولائهم الأول والأخير لأبو مسلم، فكان عارف إن أبو مسلم لازم يموت. وعلى عكس أبو العباس، فأبو جعفر حط السلطة كلها في إيده، هو بقى هو المتحكم في كل حاجة، هو صاحب الأمر والنهي. في الوقت ده ظهر قدام المنصور اسمين: أبو مسلم الخراساني وعبد الله بن علي، اللي قال معظم المؤرخين إن هو الملقب بالسفاح مش الخليفة السابق. عبد الله بن علي كان عم أبو جعفر المنصور، وخرج عليه علانية لأنه قال إن عبد الله أبو العباس وعده إن هو هيكون الخليفة من بعده، فلما مات ولا الخلافة قبل ما يموت لأبو جعفر المنصور، فخرج على أبو جعفر المنصور وابتدى في نواحي الشام في صفر سنة 137 ياخد البايع عليه باسمه. طبعا أبو جعفر المنصور دلوقتي عنده 2 أرفينه: عمه اللي خرج عليه علانية وخلاص خد البايع لنفسه ورافض حكم المنصور، وأبو مسلم الخراساني. فعشان يخلص من عمه قرر إن هو يضربه بأبو مسلم الخراساني. المنصور كان هدفه من اللي هو بيعمله ده مش إن أبو مسلم يموت عبد الله، لا، هو كان هدفه إن واحد فيهم هيخلص على التاني، والنتيجة مهما كانت هتبقى في صالحه، لأن الجيشين هيتم إنهاكهم في الحروب اللي هتدور ما بينهم، فاللي هيخرج لي هستلمه أنا. عبد الله كان متحصن في مدينة نصيبين، ودي وقتها كانت حصن قوي جدا وموقع استراتيجي على أي حد في وقت الحرب. وعبد الله كان عارف كده، وأبو مسلم برضه كان عارف كده، فابتدى أبو مسلم يلعبها نفسيا، فبعت له وقال له أنا جاي عشان الخليفة أمر إنك تتولى الشام. وعبد الله ما اقتنعش بالكلام ده، لكن اللي حواليه كانوا مقتنعين بالكلام ده وقالوا له انزل على رأي الخليفة ونسيب مكاننا ونخش الشام نتولى الشام. وعبد الله غصب عنه وافق على رأيهم عشان ما يتفرقوش من حواليه، فسابوا نصيبين وخرجوا منها. بمجرد ما خرجوا منها دخل أبو مسلم المدينة، وهنا أدركوا جميعا إن الشكوك بتاعت عبد الله كانت صح، إن كل اللي حصل ده كان فخ. ودارت معارك ما بينهم دامت 6 شهور، وانتهت بهزيمة عبد الله وفراره عند أخوه سليمان اللي هو والي البصرة. انهزم عبد الله سنة 137 هجرية، أخوه سلمه للمنصور سنة 139 هجرية، المنصور قتله وهو في سجنه سنة 149 هجرية. طبعا بهزيمة عبد الله يفضل قدام المنصور مين بالظبط؟ أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني بعد اللي حصل ده غروره ضرب في السماء، بقى يا أرض نهدي ما عليك أدي، لأن أنا مش بس قومت الدولة العباسية، لأ، ده أنا شلت أكبر تهديد ضد الدولة العباسية. هو غالبا ما كانش يعرف إن هو أكبر تهديد ضد الدولة العباسية، فابتدى لما الرسائل بتاعت المنصور تجيله يستهزأ بيه، يعني عيل صغير بدأ باسمه قبل اسم الخليفة في الرسائل. طبعا كل دي تصرفات غبية من شخص زي أبو مسلم الخراساني، سفاح من الطراز الرفيع، أذكى من إنه يغلط غلطة زي دي، بس غلطها. وكانت نتيجة لكده إن المنصور حب يعرف أبو مسلم إنه مهما كان هو مجرد عامل عند الدولة العباسية،
فبعت لأبو مسلم اللي يحصي الغنايم اللي كسبها من حربه مع عبد الله. طبعا أبو مسلم لما قابل الوفد اتجن، ولا ائتمنوا على الأرواح ولا ائتمنوا على الأموال، وكان عايز يقتلهم بس اللي حواليه منعوه بحجة إن الرسل ما ينفعش يتقتلوا. وكانت نتيجة للي حصل ده إن أبو مسلم قرر إن هو يسيب الجزيرة العربية ويرجع تاني لخراسان. المنصور كان عارف إن أبو مسلم لو دخل خراسان فغالبا الدولة العباسية انتهت قبل ما تبدأ، وأبو مسلم هو اللي هيسيطر على الحكم. فعشان ما يخليش أبو مسلم يروح خراسان بعت له رسول يبلغه رسالة من الخليفة إنه خلاص بقى ولي على مصر والشام، هيفضل في الشام ويولى على مصر اللي هو يحبه. فقال يوليني الشام ومصر وخراسان لي، لأن هو كان عارف إن خراسان تحت إيده، هو مش محتاج إن الخليفة يوليه عليها، ولاهم الأول والأخير ليه. ورفض إن هو يطلع على الشام. فنتيجة لكده ابتدى أبو جعفر يراسله بصيغة الترغيب شوية والتهديد شوية والوعيد شوية. الحقيقة إن رجوع أبو مسلم تحت إيد الخليفة تاني دي حاجة أنا ما قدرتش أفهمها. هل أبو مسلم كان غبي لدرجة إنه ما يشوفش إن اللي بيحصل ده هيؤدي لموته؟ واحد زي أبو مسلم بالذكاء اللي هو فيه ده ما خدش باله من حاجة زي ديت؟ الحقيقة أنا ما قدرتش أفهم هو ليه رجع للخليفة وليه ما كملش الطريق في خراسان. بس الاستفادة إن هو رجع عند الخليفة عشان يطمنه، استقبله استقبال كويس جدا، ومرضيش يكلمه خالص ولا يناقشه في أي حاجة، وقال له يروح عن نفسه 3 أيام، وبعد ال3 أيام يجيله هيبتدوا يتكلموا. أبو مسلم راح ريح ال3 أيام ورجع للخليفة مش في دماغه، لأن لو كان عايز يموتني ما كان هيستقبلني ويموتني. بس ده برضه كان من ذكاء المنصور، أمن أبو مسلم لحد ما اداله الأمان خالص وما بقاش في حد حواليه، وراح للمنصور لوحده خيمته وسط رجالته. أول ما قعد، وعلى عكس اللي كان متوقعه أبو مسلم من إطراء وتقدير، ابتدى المنصور يوبخه ويعاتبه، ووصلت بيه إن هو ابتدى يتعدى عليه بالألفاظ. وهنا أبو مسلم اتضايق، فقال الخليفة ليس هذا يقال لي بعد بلائي وما كان مني. بس رد الخليفة عليه صدم، قال له لو كانت أمة مكانك لأجزت ناحيتها، إنما عملت ما عملت في دولتنا وتحت رايتنا. وهنا أدرك أبو مسلم إن خلاص هي اللحظة دي اللي هيموت فيها. فكمحاولة أخيرة إنه يفضل عايش ابتدى يبوس في إيد المنصور ويستعطفه ويعتذر له، لكن المنصور كان أذكى من إنه ينخدع بحاجة زي دي، فسقف للرجالة اللي هو حاططهم ورا الستاير، ودي كانت الإشارة. فخرجوا وقتلوا أبو مسلم وهو في مجلس الخليفة. مات أبو مسلم سنة 137 هجرية في حضرة الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. وبموت أبو مسلم ابتدت فعليا الدولة العباسية.